المخللات هي فاكهة البيوت بجد، ما اقدرش استغنى عن مخللات البيت اللي احنا بنعملها بايدينا. تعالوا اما نعمل مع بعض شوية لفت بساط كده، وبحاجة بسيطة خالص، ومفهوش اي لا اسرار ولا اي تكات ولا اي حاجة. هتاكلي شوية لفت يجننوا. اول حاجة كده نقي اللفت بتاعك ما يكونش ناشف ولا يكون اسفنجي، لما تضغطي عليه كده ما تلاقيهوش اسفنجي معاكي لان بيبقى قلبه مفرغ. نقيها تكون جامدة بسيط كده وطرية تحت ايدك وحلوة، ونقي الواحدة اللي هي تكون متوسطة، لا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. قطعيها بالشكل ده كده واغسليه كويس، وبعدين رشي عليه رشة ملح، وسيبيه في قلب المصفى لتاني يوم هينزل المية بتاعته ويدبل معاكي. وهو ده السر في انه يفضل مدة كبيرة معاكي مقرمش، ولا هتحتاجي لا الخل ولا السكر. هنا جبت البرطمان وغسلته وحطيت فيه شوية لفت كده. ومعايا بقى للون الجميل ده البنجر. جايبة بنجراية صغننة خالص كده ومقطعها شرايح. بحط شوية بنجر وبحط شوية لفت وبعدين حتة بنجر، شوية لفت وبعدين حتة بنجر. هتجيبي هنا بقى المحلول بتاعه. اعملي حساب طبعا انت حطيتي معلقه ملح، فاحنا حطينا معلقه. هحط هنا كمان 4 معالق. وبحط عليها معلقتين هريسه شطه، وده اختياري بس هو بيدوله سنه حرقان حلوه كده. هدوبهم في قلب بعض، وهنا بحط على الوش برضو اختياري قرن شطه احمر كده، بيدي لون حلو. هحط المحلول بقى كده، كان يدوب محتاج يعني ربع لتر كمان، يعني تقريبا انا استعملت لتر وربع. دول تقريبا كانوا 3.5 أو 4 لفت، طبعا انتوا عارفين بيبقى بالورق بتاعه كده وعلى ما يتنضف. عملتهم اهوت، وهتركنيهم بقى في قلب المطبخ يومين 3، هتاكلي منهم هيبقوا زي العسل. ما تنسيش اعملي لايك وشير وكومنت حلو منك.